التشيع والإسلام وأن يكون لك اسم في إعلاء راية الإسلام، فعليك أن تحدد بطاقتك، وعليك أن تتوجه لصناديق الاقتراع وتختار الشخصية المناسبة والملائمة، الشخصية اللي ما عليها غبار، الشخصية اللي يمكن أن تقدم لك مستويات لائقة، يمكن أن تخدم المجتمع، يمكن أن تبقي صوت الحشد الشعبي المقدس مرتفعة، يمكن أن تبقي صورة علي بن أبي طالب مرتفعة، يمكن أن تجعلك تأتي إلى مجالس الحسين عليه السلام وأنت بأتم الجاهزية وما واحد يقدر يعارضك. وعلى هذا الأساس جدا مهم أن نعي هذه المسألة إخواني. اجتك الانتخابات على الأبواب، لا تعطي صوتك، صوتك عرض. ولدنا ضحوا، شبابنا راحوا، الحشد راح، الحشد القادم احنا، الحشد الجاي صوتك، مو ابي على الطبانيه ولو بكرت مال موبايل. وهسه صايره يعني صفحات التواصل واجندات خارجيه تدفع باتجاه وخصوصا الجنوب والوسط. اخوان اوعولها، هاي ما اروح شلون؟ والله ما اروح، لو اروح واغير، لو لا تظل قاعد. طينا دم هواي، اجتك للحلق لا تعوفها تضيع ولا تعطيها فرصه العاله تعيد.